السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ويا مساء الفل عليكم إلى السيمي فاينل، إلى مواجهة السنغال، إلى رد الطار بعد التفوق على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 وماتش عصيب 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 عصيب. أنا حقيقي مش مصدق، أنا حقيقي يعني بقالي تلات أيام بحلم بكوابيس إن إحنا بنخرج من كوت ديفوار، إحنا بنترقع سكور، لدرجة إن أنا تخيلت كوت ديفوار في سوق أنجولا وإحنا بنخسر منها برضه. فكل يوم كنت أقوم من النوم مفزوع، أحلام حسام حسن وصلاح بقت بتجيلي أنا. فما كنتش متخيل إن إحنا أول وتاني وتالت ونعمل ماتش جامد زي ده ونوري القارة قد إيه إحنا فريق جامد، وقد إيه إحنا فريق سوليد، وقد إيه إحنا فريق متعاون، وكل الحاجات اللي قلتها في الريل اتحققت. كل الحاجات اللي كان نفسي، الافشنسي، إحنا رحنا تقريبا 3 هجمات جبنا 3 أجوان، حاجات كتيرة قوي. يعني خلينا نتكلم فيها. أنا قلت إيه، أستنى لحد ما اشوف التصريحات والحاجات. بحب استنى انا بعد الماتش وبعد كده اطلع اتكلم. فده مثلا الفيديو، تنساش لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات وتكتب لنا كومنت حلو كده، ويلا بينا. طيب خلينا نبتدي بتشكيل المباراة اللي دخل بيه حسام حسن إلى لقاء الكوت ديفوار. طيب التشكيل كان عليه خلافات كتير قوي، يعني الناس لما شافت التشكيل كانت في سخرية كبيرة، يعني مش هنضحك على بعض. الناس كانت بتقول لا احنا نشيل مهاجم ونحط شوبير جنب الشناوي واحنا ايه بندافع ومش هنهاجم خالص وفعلا التشكيل كان هو يغلب عليه الطابع الدفاعي البحت. بيلعب شال حمدي فتحي ووداه 6 وجاب مدافع كمان اللي هو حسام نيب، بقى بيلعب ب3 مدافعين، محمد هاني وفتوح، وقدامهم حمدي فتحي ومروان عطية. أنا بصراحة ما كنتش متوقع إن هو يعمل كده، لكنه فاجئنا وادى حسين عبد المجيد ورجع حمدي فتحي المركز 6 جنب مروان عطية. طبعا في الأمام كان إمام عاشور ومحمد صلاح وعمر مرموش. وقد كان حسام حسن ساب الكورة خالص لكوت ديفوار، ابتدى يرجع، ابتدى يعمل حاجة، ودي أكتر حاجة عجبتني في المباراة بالكامل، وكانت بتحصل على مدار الماتش كله، ما كانتش بتحصل في الشوط الأولاني بس ولا الشوط التاني بس، كانت بتحصل على مدار المباراة كله. وهي إن كل قلوب الدفاع أو الباكين كانوا بيضغطوا عالي من قدام على لعيبة كوت ديفوار. هم مش عايزين اللعيبة تخش منطقة الجزاء أو تحاول تلعب الفرديات أو تبان المهارات أو تبان السرعات اللي عندهم. هم كانوا بيضغطوا عليهم عالي من قدام عشان يمنعوهم إن هم أصلا يخشوا عندنا جوه نص ملعبنا أو يخشوا ال 18 بتاعنا. ودي من أذكى الحاجات اللي عملها حسام حسن وشفتها وعجبتني جدا ولاحظتها من أول دقيقة. الكورة مثلا كانت مع الباك مثلا بتاع كوت ديفوار دوي أو مش فاكر كان مين، تلاقي محمد هاني طالع بيقابل معاه من قدام وبيغطي مثلا عليه مروان عطية أو رامي ربيعة او ياسر. الناحيه التانيه مثلا الكره مع الباك بتاع كوت ديفوار، تلاقي فتوح طالع بيقابل من قدام وبيغطي وراه رامي ربيعه او ياسر او اي حد. فكان في فكر في الدفاع، وده اللي عجبني قوي، ان احنا مش بندافع وخلاص، مش بندافع بال11 ورصينهم وخلاص، لا احنا في فكر بيتنفذ وفي حاجه بتطبق. والموضوع ده كان باين من الضغط اللي موجود، حتى من الاثنين السته اللي موجودين مروان عطيه او حمدي فتحي كانوا برضو بيضغطوا على اللعيب البلاي ميكر بتاع كوت ديفوار. فده كان، وده بان بقى في لقطه الهدف الاولاني، الاستخلاص بتاع حمدي فتحي وامام عاشور والسرعه ومرموش والافشنسي اللي كنا بنتكلم عليها. ازاي تبقى افيشنت، ازاي تبقى حاسم، ازاي لما تجيلك كوره، نفس اللي قلته في ماتش بلين بالظبط، اللي انت لما يجيلك كوره في ماتش صعب لازم تخلص بسرعه، لازم تبقى دي العقليه بتاعتك. انا دلوقتي بلعب بفكر دفاعي شويه، فلما اجيلي 3 هجمات واجيب 3 اجوان، انا كده مش عايز حاجه تانيه من الماتش. انا اوريدي بدافع طول الماتش اصلا وواخد الشكل الدفاعي والشكل التراجع. فلما تجيلي كوره او تجيلي هديه ما ينفعش ارفضها، لازم ابقى حاسم، لازم الكوره اللي تجيلي احطها في الشبكه، لازم استخلص والعب بسرعه، لازم انقل من لمسه واحده، لازم اخلص، لازم ما اتقلش على الكوره، لازم اطلع، لازم ابص لقدام لما الكوره تبقى معايا، لما نبقى طالعين بالمرتده ما استناش ما اتقلش. هو ده اللي عمله منتخب مصر النهارده، وهو ده اللي الناس بتطالب بيه قدام الفرق الكبيره. احنا ممكن يكون في فوارق فنيه كتير، في فوارق بدنيه، في فوارق في الفكر، لكن احنا منتخب مصر يا جماعه، احنا منتخب مصر. والتقل والرعب اللي كوت ديفوار بقوا حاسين بيه بعد لبس الجول الاول مش طبيعي، متوترين خايفين مش عارفين ينقلوا، مش عارفين يخترقوا، مش عارفين يعملوا. انت دمرت لهم كل الافكار اللي عندهم، هم مش مصدقين هم بيلعبوك كده، هم مش مصدقين ان انت كده، مش مصدقين ان انت قوي كده، مش مصدقين ان انت جامد كده، مش مصدقين ان انت في فكر، مش مصدقين ان مفيش هرجله، مش مصدقين ان احنا مش خايفين منهم. هم اللي خايفين.
هم اللي خايفين منهم مش احنا اللي خايفين منهم. اللعيبه متوتره مش عارفين ينقلوا انبساط. ده الجون الثاني جاي من غلطه من المدافع اللي غلط قدام مرموش برضو. يعني هو غلط في كره هدف الاول وغلط في كره هدف الثاني، انت برجلته، انت برجلت الفرقه. كيسي ما بقاش عارف يعمل ايه، يامال ديالو مش موجود، ولا ديموندي ولا اي حد من اللعيبه دي كان موجود النهارده. انت عملت جيم على كوت ديفوار تاريخي، وكالعاده انت بتثبت ان كنت انت عقده كوت ديفوار الازليه. ما تنسوش يا جماعه كوت ديفوار ما كانتش خطر، يعني بجد كوت ديفوار ما كانتش بتشكل بالخطوره اللي احنا كنا متخيلينها. كوت ديفوار ما راحتش بكوره، يعني انا طول الماتش بصراحه ما كنتش حاسس ان كوت ديفوار خطر علينا خالص. بس احنا راكبين الماتش نفسيا، راكبين الماتش تكتيكيا، راكبين الماتش فكريا، حتى في النتيجه انت راكب الماتش على كل الاصعده. فما كنتش انا خايف من كوت ديفوار الخوف اللي انا يخليني احلم بيهم 3 ايام من الرعب، يعني مش ممكن. لا كوت ديفوار انت خليتهم يبانوا قليلين قوي، انت خليتهم يبانوا عند وهم جامدين جدا. يعني انت خليتهم يبانوا قليلين، وعلى عكس بقى هم جامدين جدا، عندهم لعيبه جامده جدا. انت مش متخيل انت كنت مرعوب منهم قد ايه يعني. فده اللي مخلي الناس فرحانه اكتر من العادي. ان انت دلوقتي كنت داخل ماتش، سي مثلا انت داخل ماتش قدام الارجنتين ومتوقع ان هم يلبوك سكور، وانت حجمتهم خالص وخليتهم يبانوا فرقه سهله جدا. وده اللي حصل مع كوت ديفوار. وعلى عكس بقى هم فرقه جامده جدا. كوت ديفوار ما كانش ليها اي خطوره حقيقيه طول الشوط الاولاني وحتى طول الشوط الثاني. انا ما افتكرش ان احنا هم ضيعوا انفراد او هم ضيعوا كره مؤكده للتسجيل. يعني يمكن كره في الشوط الاولاني اللي شالها فتوح ورامي دخلوا فيها هما الاثنين، يمكن دي كانت اخطر كور للكوت ديفوار في الشوط الاولاني. هما مش ما صدقوش ان احنا جامدين كده، فابتدوا هما كانوا مستهينين بينا، فاكرين ان احنا عادي، فاكرين ان احنا نخش ندافع هما يفضلوا ماسكين الكوره طول الماتش. هما ما كانوش متخيلين حوار الضغط اللي انت بتقابل اللعيبه من قدام ده. دي فكره صايعه جدا، وهي خلتنا نركب الماتش من اوله لحد اخره. في وسط كل الضغط ده انت كنت محتاج هدف تاني، كنت محتاج حد زي صلاح يعمل ركنيه في منتهى الجمال من حاجات ليفربول السيزون اللي فات، ورامي ربيعه اللي عمل ماتش مالديني في عزه. اقسم بالله رامي ربيعه النهارده يعني تاريخي تاريخي، وهو وياسر وحسام الثلاثه. مفيش حد في المنتخب اصلا، حتى اللي نزلوا بدلاء يعني كانوا تاريخيين. تريزيجيه برضو كان بيغطي، حد مصطفى محمد يتشكر برضو على الدقيقتين اللي لعبهم ده، رغم ان انا مش قادر يعني افهم يعني ليه كده، بس مش مشكله يعني ده هي ماشيه الحمد لله. ف يعني بس على الاقل تديله يعني شويه، يعني ينزلوا 70 من 70، اديله تلت ساعه، اديله يعني 25 دقيقه كده يعني، عشان هو ما يحسش بحاجه. وعلى عكس هو مش حاسس بحاجه، انا شايفه في الفيديوهات بيهزر وبيضحك ومش عارف ايه، والموضوع يعني ما فيهوش اي مشاكل. بس يعني عشان احنا بنحتاجه فعلا ساعات في ماتش زي ده، وانت مغلوب 3-2، محتاج تنزل مصطفى محمد عشان حتى يساعدك في الدفاع، ما يساعدكش في الهجوم. زي ما بقول في التوقيت اللي انت ماسك فيه كوره واللي انت مسيطر فيه واللي انت راكب فيه كوت ديفوار، كنت محتاج هدف تاني، وصلاح ورامي ربيعه والاسيست الجميل والطلعه الحلوه من رامي والحطه والحارس المالط بتاع كوت ديفوار ربنا يبارك له. ركبت الماتش خالص خالص خالص، وقيس فجأة بدون أي داعي. وخلينا بقى نقف عند الحكم مصطفى غربال للحظات يعني، عشان احنا يعني في انهي بلد يا جماعه الكوره بتاعت امام دي بتحسب فاول؟ في انهي بلد في الكون الكوره بتحسب فاول؟ انا دمي اتحرق امبارح على الكوره دي، لان هي لا تمت للفاول بصله، ملهاش علاقه بالفاولات، ملهاش علاقه بكره القدم. ده احنا لو بنلعب باليه مائي الكوره مش هتحسب فاول، لو في فاولات في الباليه المائي الكوره مش هتحسب فاول، لان دي قمه في السوفنس، ملهاش علاقه بالكوره. يعني كتف في كتف وما فيهاش اي فاول. عارف لو الكوره عدت كنت اقول لك ماشي خلاص عادي الحكم بيغلط، لكن هي يجي منها جون، وجون ساذج وغلطات دفاعيه ساذجه. يعني غلطه مش الشناوي اللي غلطاته بصراحه لا تختفى. بيعمل ماتشات جامده وبيعمل ماتشات جميله، بس هو بجد غلطاته صعبه يعني لا تعوض. يعني احنا لو احنا كنا كسبانين 2 كان الماتش هيتعقرب، ولو كنا كسبانين 1 كنا نتعادل، والماتش ده كان هيروح في سكه تانية غير اللي احنا كنا بقينا فيها دلوقتي الحمد لله. ف... فغلطة تحكيمية وغلطة دفاعية أدت إن إحنا نلبس الجون الأولاني اللي كوت ديفوار جات لهم حرفيا. الجون ده من السماء ومن العدم، تقلق جدا من الجون اللي بيجي في الشوط الأولاني ده، وبالذات في آخر الشوط الأولاني، وتبقى داخل المفروض أنت داخل غرفة الملابس خلاص، أنت كسبان 2-0 ومش عارف إيه، وبتلب جون حتى لو هو مش التعادل، حتى لو هو التقليص. فالموضوع بيبقى صعب شوية، والكلام بيتغير من الناحية دي ومن الناحية دي.
وانا كنت متخوف بصراحه ان احنا نخش الشوط التاني نبقى نخسر كل اللي احنا كل التركيز وكل الضغط وكل اللي احنا كنا فيه ده نخسره بعد اللجلجه اللي حصلت دي. فهو كان يعني كان كويس ان هو جه في الشوط الاولاني في اخره، وكان مش كويس ان احنا كنا كسبانين 2-0 وعايزين نخش ان احنا فايقين ومتفوقين. وفي نفس الوقت هو ادى ايدج بقى لحسام حسن ان هو يخش يتكلم ويعالج اللي حصل ونركز وما نتلجلجش. وبالذات ان حسام حسن بيتكلم كتير مع اللعيبه وكده، ودي من الحاجات الكويسه ان هو جه في اخر الشوط الاولاني، يعني عشان ان احنا نفضل مركزين ونفضل ثابتين واللعيبه تتكلم مع بعض وتصلح الموجود، والحمد لله ده اللي حصل. فضلنا ماسكين نفسنا، فضلنا مركزين، فضلنا ضاغطين، فضلنا بنلعب على قد الامكانيات وما اتغرناش وما قلناش دي كوت ديفوار وعادي، لا فضلنا بنحاول لحد ما جه الجون الثالث الخطير اللي بجد. يعني انتوا لو تتفرجوا على الجون ده وتشوفوا، انا شفت التحليل بتاعه بجد وبسطت ان احنا لا في فعلا جمل تكتيكيه وفي فعلا حاجات بننفذها. الجون ومرموش طالع بالمدافع وامام بيخش في المساحه، يعني مرموش سحب المدافع بتاع كوت ديفوار وامام بيخش في المساحه اللي اتخلقت، ورامي وازاي استنى لحد ما امام دخل في المساحه اللي بين المدافعين ولعبها له، وامام بالكواليتي لعبها بوش رجله لصلاح، وصلاح بالمعلمه وبالخبره يحطها على الناحيه الثانيه في الحارس بدل ما يحطها في زاويته يحطها في الزاويه الثانيه. جول بصراحه يبين قد ايه حسام حسن بيشتغل، ويبين قد ايه ان اللعيبه مركزه وان اللعيبه رجعت. يعني امام النهارده الشوط الاولاني ما كانش قد كده، يعني كان كويس، عمل اسيست الجول بتاع مرموش، بس هي اصلا يعني هي كره مرموش 100%، يعني هو امام اصلا لعيبها وحش. فاحنا كان حظنا حلو برضو عامه يعني، على عكس كل الماتشات بجد كان حظنا حلو، وان احنا كل كوره الحمد لله بتخش جون، ومفيش عارضه مفيش عارضه مفيش تصدي خيالي ومفيش اي حاجه. ان شاء الله الكلام ده يكمل الماتش الجاي. ف فامام لا الشوط التاني نزل وراجل كان بيضغط في كل كوره، ودي اللي كنت بتكلم فيها، امام كان بيضغط بجد في كل كوره، كل كوره بتلاقي امام بيضغط فيها، على الحارس بيضغط، على المدافعين بيضغط، مرموش، الاثنين كانوا بيضغطوا ضغط الشوط التاني مش طبيعي. يعني اللعيبه شويه بدات تراجع، المدافعين امام وهاني وفتوح سوري، على عكسهم بقى امام ومرموش هم اللي بدأوا يضغطوا، قسمنا الماتش وقسمنا الضغط. دلوقتي امام ومرموش يضغطوا، قبليها ياسر بيضغط ورامي بيطلعوا يقابلوا من قدام وبيغطي عليهم حمدي ومروان، بعد كده مروان هو يعني في الدقيقه 80 مثلا بعد ما لمسنا الثاني اللي هنتكلم فيه، فمروان برضو بيضغط لقدام برضو، ضاغط امام خرج ونزل تريزيجيه بقى بيغطي ناحيه ديالو بقى بيقف معاه جنب فتوح، ومروان عطيه بيضغط بدل امام. فكان في شغل، كان في ترتيب، كنا مقسمين وعاملين سيناريوهات للمباراه. حتى بعد ما لبسنا التاني الجون اللي يعني مش قادر بصراحه اتكلم فيه، يعني جون كله اخطاء زي الجون الاولاني، ولكن خلينا نقف برضو عند المشاكل التحكيميه لمصطفى غربال في الماتش ده. الكوره فاول صريح، فاول صريح، سنجاري راشق رجله في ايد الشناوي، هي عدت من تحت ايد الشناوي وغلطه الشناوي، انا معاكم يعني، لا بس انا عايز حقي. ماشي، غلطه الشناوي، غلطه دفاعيه، سرحان، مش عارف ايه، لا بس يعني يعني اذا ده يمنع يعني ان هي فاول؟ لا ما يمنعش، لا هي فاول، لا غربال كان جاي علينا، لا هي كل لمسه بتتلعب اي لمسه حد بيلمسها لعيب كوت ديفوار فاول. احنا ضرب من غير كوره، مفيش كارت اصفر طلع واحد لعيب من كوت ديفوار، ولا كارت اصفر طلع لعيب من كوت ديفوار. احنا ده ازاي؟ ده عمالين يضربوا فينا من غير كوره وضرب وتكالنج وبواني، ولا كارت اصفر ولا كارت اصفر ازاي؟ على حسب ما انا فاكر وانا بتفرج على الماتش، انا ما اعرفش احصائيات، بس ما اعتقدش ان هو ادى كارت اصفر لعيب من كوت ديفوار. ازاي وهم طول الماتش قاعدين يفشخوا فينا؟ ازاي يعني؟ ازاي بجد؟ حقيقي عايز اشكر حسام حسن، وعايز اشكر اللعيبه، وعايز اشكر جماهير المصريه، الناس دي كلها بجد، يعني رجعت روح للمنتخب تاني. انا اوريدي بحب المنتخب، انا اوريدي بشجع المنتخب حتى هو وحش، حتى هو الناس تقعد تقول لك المنتخب ومش عارف ايه، انا بشجع المنتخب يا عم. انا ده الفرقه الوحيده اللي بحبها بدون شروط، كسبت بقى ما كسبتش مش فارقه، انا بحب مصر وخلاص. ف ف فبجد انا بشكر حسام حسن على الروح الجميله دي، نفس الكلام اللي كنت بقوله في ماتش بنين، ارجع لاخر دقيقتين قلتهم في ماتش بنين، كنت بقول ان اللي الناس بتقوله ان ازاي صلاح يطلع يتكلم عن المحليين، وازاي حسام حسن يقولوا محترفين، 2 محترفين وربع والشغل ده. يا جماعه والله العظيم
اللي انتوا شايفينه غير الموجود. زي صلاح طلع بيقول ده احسن معسكر عشته في حياتي، لو بيتصور هتشوفوا ازاي بنضحك مع بعض، ازاي بنهزر، ازاي الشغل بره الملعب وجوه. لا الناس بجد بتشتغل. سيبك من اللي بتقراه، سيبك من اللي عينيك شايفاه، انت لو جوه هتشوف غير. انت لما بتبقى حتى قريب بنسبة 5% بتشوف حاجات انت كمشجع قاعد في البيت مش بتشوفها. وده مش بقوله عشان انا قريب او بشوف، ده انا بحسه او بتوقعه. او ده زود برضو من صلاح لما طلع قال، ومن حسام لما طلع قال. الناس بتحب بعض، الناس بتحب صلاح. شوف بعد الماتش وصلاح بيحتفل الناس تجري عليه ازاي. انت اللي بتشوفه هو نظرة مشجعية لا أكتر ولا أقل، لكن اللي بيحصل جوه بقى هو الحقيقة، هو اللي بتشوفه في الملعب. هو اللي بتشوف لما صلاح بيجيب جول الناس بتجري عليه ازاي، تشوف لما حسام الماتش بيخلص الناس بتجري عليه ازاي، تشوف الحب والهزار، تشوف الفرحة بعد الماتش ان ازاي بيحتفلوا مع بعض، زي مصطفى محمد عادي يلعب دقيقتين وخارج بيفرح. حسام حسن بجد 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 قدر يتعامل مع اللعبة دي نفسيا اكتر بكتير من الشغل التكتيكي، اكتر بكتير من الشغل الفني. احنا لو كنا جبنا جوارديولا مع الفرقه دي ما كانش هيعمل حاجه، والله العظيم انا بحلف بالله عشان متاكد. الفرقه كانت محتاجه حد زي حسام حسن، محتاجه حد فني، محتاجه حد بيحب مصر حتى النخاع والموت، محتاجه حد يبقى خايف على اللعيبه فعلا، محتاج حد بيرجع واحد زي امام عاشور تاني واحده واحده، وما هموش كلام الناس وما هموش الضغط. محتاج هو كابتن وقائد زي صلاح يطلع ويهزر بعد الماتش ويشيل الضغط من على اللعيبه، وتلاقيه ازاي هو مبسوط، وتلاقيه ازاي هو بيقول لك انا ده احلى معسكر وانا اتشرفت ان انا لعبت مع اللعيبه دي. عشان كده هم بيحبوه، عشان كده هم بيقدروه، عشان كده هم بيلعبوا عشانه، وعشان عايزين. وبيقول لك الناس اللي بتقول ان صلاح بيأثر على المنتخب، هو الراجل هو نفسه بيقول لك انا ما فيش حد في البلد دي عايز ياخد البطوله دي اكتر مني، خدت كل حاجه في الكوره وما خدتش اللقب ده، انا بلعب عشان اكسب اللقب ده. ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجاي ان شاء الله. يعني كل اللي احنا عملناه الماتش ده مش عايز اقول هيضيع لانه مش هيضيع، لكن مش هيتوج الا لما نكسب السنغال الماتش الجاي. لازم نكسب اخسر النهائي يا عم انا ما عنديش مشكله، بس نكسب السنغال الماتش الجاي. مش عايز اتقهر، مش عايز اتعشم، مش عايز اللعيبه، مش عايز اشوف صلاح بيعيط، مش عايز اشوف تريزيجيه بيعيط. عايزين ناخد طارنا من السنغال. ما تركزوش في الطار، احنا عايزين ناخد طارنا من السنغال. انتوا ما تركزوش في الطار، انتوا ركزوا انتوا تنزلوا تلعبوا كورتكم زي ما لعبتوا قدام كوت ديفوار. ما تفكروش اكبر من كده، تلعبوا كورتكم قدام زي ما لعبتوا قدام كوت ديفوار، ما تخافوش وتركزوا تعملوا اللي عليكم، وان شاء الله ربنا هيكرمكم. بس كده هو ده اللي كنت عايز اقوله على ماتش الكوت ديفوار. ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي ونكسب ونتأهل ونطلع بعد السيمي فاينل ونقول الى الفاينل ان شاء الله، بغض النظر عن اي فرقه هنقابلها اذا كانت نيجيريا او المغرب. بالتوفيق للمغرب طبعا قدام نيجيريا. ولو اني يعني مش عايز العبهم بصراحه، عايز العب نيجيريا يعني، بس فرقه عربيه برضه، نهائي عربي هتبقى حاجه لذيذه يعني، وان احنا ناخد البطوله من المغرب ضد المغرب هتبقى يعني حاجه تاريخيه يعني. بس هو ده اللي اقدر اقوله. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وصلنا عايزين نوصل 100 سبسكرايبر بقى كده سريعا بس وحياتك يعني. قلت لكم سريعا بس وحياتك، وبقينا 72 سبسكرايبر، ف 30 سبسكرايبر في السريع كده، لو كل واحد بيشوف فيديو عامل سبسكرايب يعني الدنيا هتعدي يعني. تعمل فولو على فيسبوك، تعمل فولو على تيك توك، وبس كده. سلام.